كيفية تحسين جودة الصور والفيديو باستخدام الإضاءة الجيدة. اول حاجه انت لازم تعرف انت هتصور ايه بالظبط. يعني ايه هتصور ايه؟ ايوه انت هتصور ايه بالظبط وفي وقت قد ايه. لازم تفهم الحاجتين دول كويس عشان تعرف تمانج الموضوع، او يبقى عندك تايم مانجمنت كده، انا هعمل ايه واعمل ازاي وامتى، وابقى عارف انا هستخدم ايه في الوقت ده. يعني مثلا الوقت المتاح ليك في التصوير، يعني مثلا فرح، فانت الوقت المتاح ليك في التصوير ما عندكش فرصه ان انت تعيد الشوت اكتر من مره، ما عندكش الفرصه دي. ولكن مثلا لو انت فود فوتوجرافر فانت عندك الفرصه دي، انت كده كده اصلا اندور، كده كده تقدر ان انت ريبيت الشوت او تكرر الشوت بتاعك كذا مره عادي. تاني حاجه وهي مهمه جدا، لازم تعرف ايه الاضاءه المناسبه للحاجه اللي انت بتصورها. يعني ايه بقى كده الكلام ده؟ واحده واحده. يعني اول حاجه لازم تفهم المشاعر اللي انت عايزها توصل للشخص اللي بيتفرج للفوتوج بتاعتك. ايه علاقه المشاعر بالصوره بالاضاءه؟ تعال اقول لك. الاضاءه دي عباره عن لون ابيض، والابيض ده في منه الوان كتير او خارج منه الوان كتير، تحررات فوتونات ضوئيه اللي هم احمر ازرق اصفر الكلام ده كله. كل لون بقى عندك، انا جبت لك الاضاءه من الاول اهو، كل لون عندك من الاحمر والاصفر والاخضر والازرق وكل الالوان دي، كل لون بيدي مشاعر وانطباع معين للناس اللي بتشوف اللون ده. يعني مثلا اللون الاحمر ده دايما بتشوفه في الحاجات اللي هي لذيذه قوي او الحاجات اللي تحسسك بالجوع. المطاعم هتلاقي دايما المطاعم بتلعب في الاحمر والاورنج شويه. تلاقي مثلا لاكجري لايف او الحياه اللي هي الاليت قوي هتلاقيها بتتكلم في الالوان الازرق. ده مثال بسيط جدا عن يعني ايه المشاعر بتأثر في الصورة، او يعني ايه الالوان اللي في الصورة بتأثر على مشاعر اللي بيتفرج. عشان كده بقول لك لازم تفهم انت هتصور ايه عشان تقدر تختار الاضاءة والالوان اللي انت ممكن تستخدمها في الشوت بتاعك، فتقدر توصل المشاعر اللي انت عايز المشاهد يوصل لها، والمشاعر اللي انت عايز المشاهد يحس بيها. يعني لو بتصور اكل لازم تحسسه ان هو جعان دلوقتي. في حاجة مهمة قوي لازم تفكروا فيها، الاضاءة كل ما كانت مظبوطة ومريحة للي بيتفرج وموائمة وملائمة للي بيتصور، كل ما اللي بيتفرج هيقف يتفرج عليك كويس قوي. سواء انت بقى الفوتوج بتاعتك دي فيلم فوتو سيشن والحاجات دي كلها. صحيح لو انت داخل مجال التصوير ونفسك تطلع صورة بروفيشنال ونفسك تاخد من خبرات ناس كتير، في ورشة اسمها انسان بعين مصور انا برشحها لك جدا. لو انت حابب تختصر وقت طويل عليك، تختصر وقت كتير عليك، فانك تتعلم بشكل نظري وعملي طبعا التصوير والاضاءة والبيزنس مهارات التواصل والديجيتال ماركتنج وحاجات كتير قوي هتفيدك في مشوارك في التصوير. تلاقي تفاصيل ورشة في الكابشن بتاع الفيديو. الفيديو قصير جدا، لازم تفهم ايه بس اللي انت عايز تقوله من الفيديو بتاعك او الفوتوج بتاعتك، تقدر تنظم ده وتعمل له ستوري بورد مظبوطه.